حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بنعمل النهارده فطير مشلتت. الفطيره ديت فطيره محشيه اهو، العجينه اهو، عشان تقولوا ان انا شارياه من بره ولا مصيد. المهم ان انا عجنت العجينه ديت بميه وملح والدقيق فقط لا غير. سبته ريح نص ساعه وقرصته التقريصه اللي انتوا شايفينها دي، وسبتها ريحت نص ساعه وفردتها على الطبليه الجميله بتاعتنا ديت بالسمنه البلدي والزبده الفلاحي، وعملت فطيره ساده هوريها تتاكل بالعسل والجبنه، وديت محشيه باللحمه المفرومه اللي هي دي اللي عصجناها عادي خالص وحطينا عليها جبنه موتزاريلا. هسوي في الفرن على نار عاليه وهوريكم. اللي هي الساده اللي ما فيهاش اي حشو، حطينا على وشها حته قشطه وسخنين الفرن جامد جدا. هندخلها ولما تطلع اوريها لك. قلبي ادي الفطيره الاولانيه طلعت اهي، دي اللي هي الساده المحشي اللي مش محشيه، دي اللي هي هتتاكل بالعسل بالجبنه باي حاجه. بصي يا جودي، تعالي كده شوفي ظهرها، شفتوا السوا، شفتوا الفرن، شفتوا الوش. ديت الساده، بس هي نار مش هعرف اقطعها لكم اهي. حتى من الناحيه الثانيه اهي، بالصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله. احلى فطير مشلتت ممكن تعمليه في البيت يا قمر. ما تنسى الهيبه، عمر ما تطلع منا العيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم مش بحلف بالله كده ان اول مره اعمل الفطير الفلاحي بايدي، من اول ما عجنته لحد ما سويته انا اللي عجنه وانا اللي مسويه. وعملت نوعين عشان ابني عاوز فطيره ساده من غير حشو، بنتي اللي عاوزه فطيره من غير حشو، وابني اللي عاوز فطير بحشو. بصوا انا وريتكم الفطيره الاولانيه اهي، ودي الظهريه بتاعتي. بصوا بقى، تعالوا كده، بص انزل كده، بصوا التوريقه، قشطه وسمنه بلدي، قشطه وسمنه بلدي اهي، بالصلاه على النبي اهي. دي الساده. تخيلي كده بقى، الله، اللهم صل على النبي، تاكلي كده بقى حته فطيره كده، اللهم صل على النبي. شفت التوريقه يا ولاد اهي، دي الفطيره بحالها. ديت فطيره المحشيه. بصوا ده شكلها من تحت وده شكلها من فوق، بس دي سخنه قوي عليا، دي بردت شويه فقطعتها. استنوا بس عشان في حته وقعت وانا لازم اكلها. هوريكم بقى المحشيه باللحمه، بس هي سخنه قوي، وحطيت على وشها قشطه. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، سخنه نار نار. بصوا الجمال، بصوا العسل، بصوا التوريقه، بصوا بقى شكلها من تحت، شكلها من فوق. بألف هنا وشفا للي هياكل. احلى فطير مشلتت يا ست الكل ممكن تعمليه في البيت، جربيه وهيعجبك جدا جدا.